يا الله، السلام عليكم. شلونكم؟ شو اخباركم حبايب؟ ان شاء الله الكل بخير وعافيه. طبعا اليوم جمعه او جمعه مباركه علينا وعليكم بالصلاه على محمد وال محمد. اللهم صل. اليوم الجمعه المصادف 11/8/2023. طبعا الكل تعرفوا اللي متابعتني سابقا ان هذه المحميه القديمه مالتي كانت بها تربيه جماعيه للحمام الملكي. واليوم اشوفكم المحميه اليوم كانت يعني هي من حولت للخانات. هسه هم اصور لكم الخانات، نظام الخانات من حولتها ظلت فارغه، فحبيت اخلي بيها، خليت فنجس. جبت ليش كم زوج فنجس وهديتها بهاي المحميه، والحمد لله وشكرت كاثر وطلعت من عده. وبقيت ذن المايات اذا تشوفون، يعني باقي الهاف اورنج. طلعت الايزابيل كله والحمد لله والشكر. هذا اذا شوفوا مثل ما تشوفون هذني، يعني الفنجس تربية جماعية هم يصير وحلوة تربيتها. ويعني الكل تعرف الفنجس ما يريد لذاك التعب، يعني هو مجرد تجيب طير يعني فحل وطيرة وتهدهن وتكثر لهن تجيب لهن هذا ثيل ليف مال نخل سعف اي شيء يلف هو العشه، ووين ما كان يلفه. والتزاوج مالته كلش سريع، يعني مجرد اذا تجيب لك طيره وفحل مضبوطات، يعني طيره وفحل ضابطهن انت، طيره وفحل تهدهن. يعني شو اقول لك، اذا تهدهن اليوم ثاني يوم انت راح تلقاهن زوجات ولافات عش. يشهد الله، يعني اسرع تزاوج هو تزاوج الفنجس. بتجيب طيره وفحل وهدهن باي مكان كانت عندك محميه، وان كان عندك قفص صغير او خانه او اي شيء الفنجس يتكاثر به وخير من الله والحب. صح، هو طبعا هو انتاجه موسمي، هذا الكل تعرفه، يعني بالشتاء انتاجه. اما بالصيف لا، بالصيف انتاجه مو ذاك الانتاج وما يبيض، ولازم توفر له بروده بالصيف. لان شوف هسه انا مخلي لهن مبرده، واذا تشوفهن هسه كلها طيور تلهث، شوفها يعني مخلينها مبرده وتلهث الطيور. فتحب برد. وهذا الطائر هو طائر موسمي، خلينا نقول تكاثره موسمي، عكس الحمام الملكي اللي هو انتاجه طيلة ايام السنه وما عنده موسم. والحمد لله والشكر، يعني هنا انا من ذبيت 3-4 ازواج اعتقد، وصار انتاج بموسم الشتاء، وطلعت من عندهن وبقيت ذني اللي اريدهن. طبعا شوف هسه هو اكو بيض بس ما يطلع، يعني مجرد هيك هن يلفن ويشتغلن. شوف هنا اكو فرخ واحد، شوف بهالحر هذا، يعني انا هاي بخليها مبردة. شوفه فرخ واحد مطلعاته هنا، وهن قلت لك لافات بكل مكان ومبيضات. هنا اكو بيض، هنا اكو بيض، ذاك اكو جوا بيض، يعني اكو بيض الحمد لله. بس هو ذاك بيض، بس هو قلت لك مثل ما قلت لك هو انتاجه شتوي وموسمي. بس هي ظلت فارغه المحميه، قلت خل اهد بيها فنجس، والكريم الله والحمد لله والشكر. هذا الانتاج اكو بالشتاء، طبعا بالصيف ما اكو منه، وهيش راح يبدي الموسم مالهن. اما هاي الحجزه اللي تذكروها كنت مخلي بيها غندوره، هذه اجهز بيها المخاليف مال الملكي. شوف اذا تشوف هسه، يعني المخلف مال الملكي اهده هنا اخليه يزوج، يلا اقدر احوله للخانه او اطلعه، اللي الزايد اطلعه للسوق ابيعه، او ناس توصيني تخابرني طب لي على الصفحه. الا يجهز الطير هنا عندي اطلعه، يريد جاهز يريد مخليف، يريد شنو اللي يريد حسب الطلب، اقدر اجهز له الوجبه اللي يريدها. والحمد لله وشكر، والرازق ربك والرزق للجميع، وان شاء الله ربي يرزقكم رزق الحلال. فهاي انا هاي الحجزه مخليها للتجهيز، تجهيز المخاليف مال الملكي. وهاي مثل ما قلت لكم، هاي هنا المحميه القديمه مخليها للفنجس، وان شاء الله الفنجس جاي موسمه. من ناحيه جاي الموسم مالته موسم الشتوي.
عندنا الخانات القديمة، هاي الخانات القديمة، هاي خليت بيها ملكي عادي، يعني خلينا نقول مخليها اني هنا هذني شلون الدايات، داية مخليها، اخلي جواهن الفرخ الزايد مال المشجر، مال غير شي، يعني التعوفة امه لهواي امور مخليهن ذني، واللي يطلع من عندهن زايد خير، اللي ما حصلت من عنده شي زايد خير والحمد لله والشكر. هذن 4 خانات هنا مخلي بيهن حمام عادي دايات، وهنا أنا مثل ما قلت لكم هاي المحمية مخلي بيها فنجس، وذيك الحجزة مخليها للتجهيز المخاليف. راح نروح هسه سوية للخانات الأمهات إن شاء الله، وراح نشرح لكم بعض الأمور وبعض الترتيبات اللي أقدر عليها والمعلومة اللي مريت بيها والأمراض اللي مريت بيه واللي قدرنا نتجاوزها والحمد لله والشكر. إن شاء الله الموسم الجاي بالنسبة للفينيشات وموسم الملكي هو موسم مستمر على مدار السنة والحمد لله والشكر. وهسه راح ننتقل للمحمية، محمية الخانات واللي نقول عليها احنا زنازين الطيور. هسه راح ننتقل سوية، وهذه هسه حاليا انتقلنا احنا يا شباب، انا وياكم انتقلنا باذن الله للخانات واللي هي زنازين الطيور والحمد لله والشكر. طبعا شوفوا انا من يبدي المخلف، قلت لكم هناك عندي الحجزه مال تجهيز المخاليف. اما من يبدي عندي المخلف طبعا راح اشرح لكم هذا شرح بسيط، لان الكل تسالني شنو هذا المغذي اللي مخليه. هذا المغذي يا طويل العمر مخليه، شوف اترسى مي انقط بيه، يعني اتحكم بهاي هنا، اخليه حسب الحاجه اللي اريدها، واخليه مباشره لوين؟ على الصينيه اللي بيها ثيل. فهذه دائما تلقاها مرطوبه، يعني هذا من ترسى يكفيني يوم كامل ينقط تنقط على هذه الثيله، ويظل رطبه ويظل الطيور نايمه بيها. فدائما يسالوني شنو هذا المغذي اللي مخليه. فاللي يقدر يخلي صواني اللي قلت لكم عليها، هاي الصواني واجبه لكل خانه، واجب عليك الكل خانه تخلي صينيه. فانا اخليها واخلي مغذي حتى تنقط بيها وتظل رطوبه مستمره للطيور والحمد لله والشكر. فنرجع قلت لكم انا الطير اللي اجهزه، وين اجهزه بذيك الحجزه مال تجهيز المخاليف. نرجع المخلف من اطلعه من امهات استوى، خلينا نقول بدا ياكل، بدا يلقط المخلف، ما اودي لذيك قبل لذيك الحجزه اللي مال تجهيز المخاليف، لا مخلي له هاي الخانه من اطلعه من امهاته، اطلعه هده بهاي الخانه، اخله فد 15 ايام، اخله يجهز، اشوف الطير بدا بصحه ويعتمد على نفسه 100% يعتمد على نفسه. يلا نوب احاول لذيك الحجزه مال الخانات مال التجهيز، ذيك مال التجهيز. فاني هاي الخانه مخليها اول ما اطلعه من امهاته، تعرف امهاته يوم يزق له، يوم يعتمد على نفسه، فاجيبه هنا أنا اخله اتاكد من عنده 100% جهز واعتمد على نفسه. يلا احوله للخانه مال التجهيز. عندي ذن شوف هذن الخانتين انا مخلي بيه، لان انا مخلي لي زوجين وهنا زوج. هذا شوف هذا مشجر باصفر ان شاء الله بدا يغلش، وهذن هم مشجر باصفر هم بعد هسه وهن بدن، يعني عادة صار 15 يوم اريد احولهن لذيك التجهيز. اما هذن لا، هذن ناوي اخليهن بنفس الخانه واخليهن يجهزن ويصيرن امهات والحمد لله والشكر. يعني اعمارهن حلوه، اعمارهن تقريبا 1.5 شهر الى 2 شهر، وبدا يقلش ما شاء الله، بدا يذب ريشه ويحول للابيض باذن الله. هنا أنا عندي هاي الخانات، خانات الاحمر، هذا خانات الاحمر والصلاة على محمد كله ان شاء الله نايم. انت من تقول ماكو انتاج، صح ماكو انتاج، يعني ما نقول ماكو انتاج 100%، لا نقول اكو انتاج 60% و40% ماكو انتاج. واللي يقول لي ماكو انتاج فد مره ما طبق الشروط وتوفير الاجواء الملائمه للملكي. عندي هاي همينه تقريبا عرضها 2 متر وارتفاعها 1.5 متر، ومخلي بيها زوجين
زوجي نشوف هذا احمر وذاك نفطي، نحاول نطلع من عندهم طفره. وذن بنات طبعا ذن بنات سلافر، السلافر ذا اللي تك احمر وتك نفطي، نحاول بلكي منتظرين يرجعن على امهاتن على السلافر، والحمد لله والشكر. هنا الجو بارد مخلي مبردتين، عندي هنا مخلي لي زوج فنجس فول اورنج لان الجو بارد فاكو انتاج. هنا الفنجس شو توفر له بروده ينتج. هنا عندي زوج مال عادي هم مخليه دايه، اخلي جوا غير شغلات، والحمد لله والشكر. فنرجع واقول لك يا طويل العمر انت، احنا هسه بموسم حار، وذني يعني شبه خلصنا، خلينا نقول خلصنا بقى ذني ال 15 يوم. ذني ال 15 يوم حاول تحافظ على طيورك، حاول تحافظ على طيورك من التنفسية اللي تصيب الجهاز التنفسي، تصيب الجهاز يعني تضرب المناعة مالتهن، فانت تحاول تحافظ عليهن. انا عندي ذني السابق وان شرحت لكم عندي مبردات 2، هاي وحدة وهاي وحدة، مخليهن يشتغلون على المولد وعلى الوطني، وعندي ذيك وحدة هناك تشتغل على ذيك المحمية الجماعية، وهنا على الخانات، والحمد لله والشكر. انت حاول توفر لهن الزرع 3 مرات اقول لكم الزرع اهم شيء واجب ومطلوب. هسه كمان هسه ذني رشيتهن مي، هسه راح بعد هسه بس اطلع من عندهن راح تلقوهن نايمات هنا، اللي نايم على البيض واللي نايم بالزرع، فهذا مطلوب، هذا الزرع مطلوب كلش. تدوير التيار اللي هو مبردة او مروحة او اي شيء تقدر تخلي يغير التيار، خليه ولا تقصر، لان راح تخلص من التخنيق مال البيض، راح تخلص من الامراض التنفسية، راح تخلص من النيوكايسي يجي يهاجم الطير، بس يضعف الطير من الحر ومن الوخمة راح النيوكايسي رأسا يهاجم. النيوكايسي موجود عندنا بالجو 24 ساعة، بس يحصل فرصة يضرب الطير يضربه. هذا الحر اللي هو يشجع نيوكايسي على اللي يهاجم الطير ويضربه. النيوكايسي قلت لكم انا سبقا، قلت لكم 3 نوعيات، يضرب الجهاز التنفسي والاعصاب والجهاز الهضمي. فاذا انتم حاولوا تغيرون التيار راح تخلصون من هاي الامور كلها. هسه هذه محمية الخانات، هاي الخانات اللي شوفتكم المحمية الجماعية. عندي بعد حجزة هسه راح اشوفكم اياها، ذيك مخلي بيها هم يعني طيور عادية، هسه اشوفكم اياها هم مخليهن كل هذا الطير العادي اللي يطلع خير من الله، ما يطلع تحتاج بداية. هو انت مسيطر، حاول تخلي لك ايش كم زوج عادي. شوف هسه هنا عندنا انتاج والحمد لله والشكر. عندي هاي هنا همينه مخليها شبه جماعية، يعني قفص صغير 4 امتار بمترين مخليه، والحمد لله والشكر. عندي ذيك المحمية طولها 9 امتار، وعندي هاي المحمية طولها 10 امتار، وعندي ذيك مترين هناك. اما انتم هسه جاي تشوفون اكو في، شوف اكو في، انا هذا كله شوف شو مسوي، السطح مالتي كله ضاربه من هذا التضليل اللي هو مال الزرع، يعني مانع شمس 50%، 50% معوض لي